الأهلي يتعادل 0-0 أمام نادي غزل المحلة على استاد المحلة ويفقد نقطتين في صراع الدوري. محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي يدرس توقيع عقوبة مالية على الفريق بعد التعادل الثاني في 3 مباريات. محمد علي بن رمضان اشتكى من العضلة الخلفية بعد مباراة غزل المحلة واختبار طبي للاعب اليومي لتحديد موقفه من المواجهة القادمة أمام نادي بيراميدز. نادي بيراميدز يخسر بهدفين مقابل هدف في مباراته أمام نادي مودرن سبورت، ومحمد الشيبي خارج مباراة الأهلي وبيراميدز لحصوله على بطاقة حمراء في مباراة مودرن سبورت. الكابتن سيد عبد الحفيظ يفكر في الترشيح في انتخابات النادي الاهلي، وحدث تواصل من اشخاص داخل النادي الاهلي لاقناع الكابتن سيد عبد الحفيظ في الترشح في الانتخابات القادمه. ليفربول يفوز على نيوكاسل ب3 أهداف مقابل هدفين، وصلاح يساهم في فوز ليفربول باسيست الهدف الثالث. مباراة الأهلي القادمة يوم السبت القادم أمام نادي بيراميدز الساعة 9 مساء على استاد السلام. النادي الأهلي يعلن اتخاذ الإجراءات القانونية حول الحقوق التجارية للنادي بعد استخدام اسم الأهلي في الكويت. غير صحيح ما تردد حول اجتماع إدارة النادي الأهلي لدراسة ملف رحيل المدرب الأسباني خوسيه ريبيلو بعد التعادل أمام نادي غزل المحلة، والأهلي خلق العديد من الفرص ولكن لم يحالفه الحظ في المباراة. إعلان القائمة التي ستدخل معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان بعد إعلان المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام حسن لقائمة استعدادا لقائي اثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن تصفيات كأس العالم. تصريحات خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي في المؤتمر الصحفي بعد مباراة غزل المحلة: توقعت صعوبة مباراة غزل المحلة وحاولنا السيطرة والاستحواذ أمام فريق يجيد التنظيم الدفاعي وخلقنا فرصا عديدة. كان هناك تسديدة رائعة من محمود حسن تريزيجيه التي ارتدت من العارضة، وتكرر الأمر في الشوط الثاني بتسديدة أشرف داري. لسنا سعداء بالنتيجة وكنا نرغب في تحقيق الفوز ولكنه لم يحدث، خاصة مع التكتل الدفاعي للمنافس. توفرت لنا أكثر من 7 فرص صريحة، والأهلي فريق يلعب بشكل هجومي ولديه شراسة ورغبة في الفوز دائما. لا يمكن تقييم اللاعبين بشكل فردي، والأسبوع الماضي كان صعبا للغاية على محمد الشناوي بسبب وفاة والده، ولكنه قائد صاحب شخصية قوية وقد ظهر متماسكا ويحظى بثقة كبيرة، وقد سبق وأن قدم الكثير من المستويات المميزة. تركيزنا كبير للغاية في الفترة المقبلة ويتم العمل بشكل مستمر على تحسين الأداء والنتائج بشكل عام. رأيك في تصريحات خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي وتقييمك للمدرب؟ هل يستمر مع النادي الأهلي ولا يتم رحيله؟ من الصعب جدا أن يتواجد ياسين مرعي وإمام عاشور وياسر إبراهيم ومحمد شكري بمباراة بيراميدز يوم 30 أغسطس السبت القادم. مباريات منتخب مصر المؤهلة لكأس العالم: تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب أثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل باستاد القاهرة الدولي، وتقام المباراة الثانية أمام بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر ذاته في الجولة الثامنة من التصفيات، ويتم نقل المباراتين على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بين سبورت. جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات أمس وتعادل النادي الأهلي أمام غزل المحلة بنتيجة 0-0. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.